بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا لسه مخلصين مراجعة تانية اعدادي اسكندرية امبارح، واولى اعدادي النهاردة البحيرة، وكده خلصنا المراجعات. بس طبعا لاحظت حاجة، يعني الناس كلها البوستات على الجروبات التعليمية بتاعت اولى اعدادي بالذات، الناس عمالة يا عيني يعني بيصوتوا. يعني زي الأستاذة أسماء هنا بتقول: إلى وضيع منهج أولى إعدادي ماذا بينكم وبين الله لكي يدعى عليكم كل هؤلاء الأمهات والطلبة في مثل هذه الأيام المباركة. طبعا مش حاجة أفرح أنا بقى إن الطلبة بتوعي حلوا كويس وأقول الامتحان في متناول الجميع زي بعض المدرسين اللي بيفرح إن هو طلابه وصلوا لمستوى عالي. لا، يعني خلينا برضو حقانيين ونقولوا إن المنهج تقيل يا جماعة. منهج 12 درس، و12 درس تقال، يعني مفهومش غير درس مثلا او اتنين اللي يعني يكون سهل شويه على الطلبه. الحقل التجارب ده حرام، يعني 12 درس يعني منهج ونص. احنا على طول المناهج بتبقى 8 دروس، وبيبقى مثلا فيهم درسين اللي بيبقى رزلين بالكتير، لكن يبقى 12 درس ولا 12 درس رزلين؟ لا، كتير. فطبعا هو حسب الله ونعم الوكيل، ربنا ياخدهم اخذ عزيز مقتدر. حسب الله ونعم حسب الله. كميه حسبنه يعني حاجه بصراحه. الله يكون في عون الناس اللي حطت المنهج ده، عشان يعني بيتحاسبن عليهم. بص، كميه كبيره. بص، تقيل عليهم، ما بيخلصوش. حتى المدرسين بيقولوا كده، الناس عندها عقده بيطلعوها في العيال. حسبي الله حسبي الله. الطلبه الغلابه اللي انهكهم التعب من اول نزول المناهج الزفت الجديده في اولى ابتدائي، دفعه التجارب، الدفعه المنكوبه. طبعا صح. من الدفعه دي من اول رابعه هم بيجربوا فيها، يلاقوا الحاجه كتير يخففوا السنه اللي بعدها. اكنهم بيتعاملوا على انهم مكن لا بيفصل ولا بيرتاح. حسب الله ونعم الوكيل. حرام بجد. كم كبير جدا، ربنا ينتقم منهم. كذا الحصص الزياده عشان نخلص المنهج. طبعا صحيح، برضو كان اولياء الامور بيدفعوا حصص زياده عشان يلحقوا يخلصوا، لان منهج طويل 11 درس. لو كل درس بتتاخد في حصتين في 24 حصه، كتير يعني. وعلى ما يخلص يكون العيال نسيت القديم. ده حقيقي، انا الطلبه بتوعي طلعوا روحي عشان افضل مفكرهم بالقديم. معاهم حق، ومفيش وقت يحلوا ولا يراجعوا. ايه الهم ده؟ احنا على الموال ده من رابعه، ولا مسؤول بيتكلم صح ان عيالهم من اول رابعه هم في نفس الكلام ده. ربنا ينتقم منهم. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم. عايز اخد بنت اقعد في الثانوي رايح عشان حوار التجريب فيهم. اقسم بالله ابني فضل النهارده يلف في البيت ويعيط. طبعا حاجه صعبه يا جماعه. مش احنا مش بننتقم من الطلبه. انا ما جيش، يعني انا بكرر تاني. انا طبعا من اول بدايه السنه دي لما شفت المنهج قلت للناس ان المنهج تقيل ومحتاج طالب مذاكر. يعني محتاج طالب مذاكر كل نقطه، مش سايب حاجه. خلاص. ف طبعا اهو ما تضغطيش عليهم. الله يكون في عون العيال. هو فين التعليم؟ كله حشو حشو، والعيال مخها اكسد من كميه المعلومات، وفي الاخر كله بلح. ربنا يرحمنا برحمته. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. طبعا يعني اهو اتخلصوا من اسبوعين، طولوا الوقت قصير، ودرجات ال ودرجات النتيجة مش كويسة بسبب قلة المراجعة والامتحان. منهج معظمه مأخوذ بمنهج ثانوية عامة. حسب الله ونعم الوكيل. كم رهيب من الدروس، ولا تشرح بهدوء ودقة، مجرد حشو سريع. فيعني يا ريت بقى اللي مسؤول عن الموضوع ده يخف. يعني هو ممكن يخف السنة الجاية، يشيل مثلا درسين بالكتير. انا توقعي بالكتير هيشيل درسين، ده ان شالهم يعني. ان ما كانش هيشيل اجزاء صغيرة يعني. او ممكن يضم مثلا الجزء بتاع المجموعة الشمسية وخسوف القمر، يحطهم في درس واحد ويلغي كام حاجة كده. وممكن في الجزء بتاع الميكروبات برضو يضمهم، فيبقى درس واحد عشان ما يبقاش اسمهم 12 درس. فيعني يا ريت نراعي الناس شوية. الناس يعني، ودول طلبة لسه طالعين من ابتدائي يعني. اهو بعد كده يرجعوا يلغوا منها الدفعات، بعد كده ينزلوا منهج مش عارف ثانوي. موضوع صعب يا جماعة. عموما ربنا يا رب يكون في عون الناس. انا بالنسبة لي يعني ما اقدرش افرح بطلاب. انا طلاب الحمد لله اللي بعتوا لي الامتحانات بتاعتهم النهاردة، الحمد لله مقفلين العلوم. بس يعني انا طلع روحي معاهم. يعني انا حتى لو انتوا تتابعوا البوستات بتاعتي، هتلاقوني ان انا كاتب ان طلع روحي معاهم طول السنه، ولحد امبارح لحد الفجر وانا معاهم على الواتس. فمجهود رهيب من المدرس ومجهود رهيب من الطلبه عشان يقفلوا الامتحان. لكن هو الامتحانات تقيله بالنسبه للطلبه وتقيله بالنسبه للاعمار دي. يعني انا اخر بوست كتبته امبارح
اهوت ثواني هجيبه. يعني اهوت قبل حتى ده لسه اهوت اخر حاجة كاتبها اللي هو حال الامهات اليومين دولت. عارف والله اللي هيحصل، يعني ترم عدى ما حسيناش بيه. الامهات وهم بيراجعوا مع اولادهم. الترم عدى ما حسيناش بيه كده. طبعا اهوت انا بقول لهم ان انا معاكم لحد الساعة 12 بالليل، كان الكلام ده امبارح. وده اخر بوست طبعا، عامل حتى فيديو وانا خلاص طلع روحي. طبعا هنا اهو بصوا كاتب ايه هنا في اخر حاجه بعد ما خلاص الطلبه خلاص راجعوا وخلاص هيمتحن. بقول اخيرا خلصنا مراجعات اولى اعدادي، المنهج التقيل الرزل الغتت اللي طلع روحنا عشان الطلبه تفهمه، وطلع روحنا عشان الطلبه تذاكره، وطلع روحنا عشان نخلي الطلبه تفضل فاكراه من كتر الحشو وكميه المعلومات الرهيبه اللي فيه. وعدد دروسه ال 12 يعني منهج ونص، لان المناهج السنين اللي فاتت كانت في الغالب 8 دروس وكل درس مليان افكار ومعلومات. ياه اخيرا خلصنا من المنهج ده. اخيرا احب اقول للمنهج ده ابو تقل دم امك. طبعا منهج تقيل ما ينفعش غير لطالب شاطر، معاه مدرس شاطر، معاه ولي امر متابعه، والطالب ده يعني بيذاكر من اول يوم لاخر يوم ودايما بيراجع. غير كده الطالب العادي اللي هو 80% من طلاب مصر ما ينفعش معاهم المنهج ده وتقيل عليهم. عموما خلصت السنه دي بحلوها ومرها، او الترم يعني ده بحلو ومره. نشوفكم ان شاء الله في الترم التاني وبالتوفيق، وربنا يكتب لكم النجاح.